يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 ويا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. اصحى يا نايم صح النوم، السحور وجب. وقلت بقى هعمل معاكم وجبة سحور حلوة قوي، هتعجب ناس كتير جدا من اللي بيحبوا الحاجات الدايت، اللي بيحبوا الأكل الصحي. والله عايزة اقول لكم حقيقة هي كانت فكرة، كنت هعمل طبق سلطة بس، لكن اكتشفت بقى ان انا عندي كام قطعة من البانيه، قلت بقى نعملها مع بعض سلطة. اللي هي السيزر او اللي بنقول عليها، طبعا بتحط عليها مايونيز وكده، بس انا طبعا مش هحط حاجة عليها خالص من الحاجات دي، هتبقى صحية جدا. التتبيلة اللي قدامكم دي بسيطة قوي: ملح، فلفل، بابريكا، عايزة كمان اقول لكم بصل وتوم باودر، تمام، وكمان لو شوية سنة بهارات فراخ. ما عندكيش برضو مش مشكلة، البصل والثوم هيقوموا بنفس يعني الطعم. وبس جبت بقى قطع الفراخ اللي عندي، بتبلها بنزل بيها كده. بصوا بقى في حلين: يا اما تقليها على النار بس بشويه زيت بسيط قوي، يعني تشوحيها كده، يا اما تحطيها في الفرن مسحه زيت كده من فوق ومن تحت وايه في الفرن. طبعا اللي يحب كده تمام، واللي يحب كده اوكي. عملت بقى اللي هي على الطاسه كده، في الطاسه يعني على النار فوق، مسحه الزيت دي، ونزلت بقى شوحت شويه الفراخ اللي عندي. عايزه اقول لكم ريحه التوابل قلبت المطبخ بجد، بحب جدا جدا التوابل، بتدي طعم تحفه. وطبعا في الوقت ده انا محضره طبق سلطه محترم هتشوفوه دلوقتي، او نشوفه في المقدمه طبعا. الالوانات الحلوه اللي هنشوفها بجد بتدي تيست حلو قوي. بصوا قد ايه مكتره جدا جدا حقيقه الخضره، تدي طعم حلو قوي مع الفراخ، يعني مش لازم بقى عيش ونغمس وكده، لا ممكن تاكليه بالشوكه هيشبع جدا، وحاجات كلها زي ما تقولوا كده بتروي يعني. ما حطيتش جزر بصراحه، بس ممكن تضيفوا جزر برضو. الكابوتشي مع الخيار مع الطماطم مع الفلفل، لا بيدي ميكس حلو قوي. بس كده، دي كانت وجبتنا سهله قوي قوي. انا بضيفها دلوقتي في طبق التقديم عادي خالص. وطبعا الفراخ هقطعها دلوقتي، يعني بسيبها تبرد شويه، تسيبوها تبرد شويه عشان تتقطع معاكم حلو. هجيبها بقى قطعتها كده قطع صغيره، مش بعمل اي تتبيله، انا السلطه سكه خالص ما فيهاش اي تتبيله، كله هياخد من طعم الفراخ. هقطعها بقى قطع صغيره واحطها على السلطه. سلام، احلى طبق سلطه بجد. والله بجد جربوها، مش هتعطش ولا اي حاجه خالص خالص، بالعكس هتبقى مفيده جدا، بروتين حلو قوي. ممكن كمان تبقى وجبه فطار، مفيش مشكله، اللي بيحب برضو يبقى وجبه الفطار بتبقى خفيفه. واشوفكم على خير، يلا باي باي.